3 ماتشات لعبهم الاهلي وتعادل في ماتشين منهم. هل الاهلي بنجومه دي الناس اللي دخلت قالت الاهلي هياكل الابيض ومش عارف الاخضر واليابس ومش عارف ايه؟ قلت لك وقتها ان هي مش بالاسماء، هي باللعيبه اللي بتلعب في الملعب وبتأدي ازاي. نجوم الاهلي امبارح مضيعين اهداف، ولكن مش دي بقى اللي تقعد تقول لي بقى ايه والله الحظ. مش حاجه اسمها حظ. بدايه الاهلي السنه اللي فاتت بنجوم اقل اسما من دول كانت اقوى بكتير. فحبيت بس اقول لك المعلومه دي عشان خاطر انت قعدت تهاجمني في بدايه الدوري وقلت لك ان الاهلي ممكن يفقد نقاط وفي البدايه كمان، وده اللي حصل. الزمالك النهارده مع فاركو. الزمالك لازم يكسب النهارده، لازم حتما يكسب النهارده، ولازم الزمالك يخش الماتش ضغط على فاركو، لان فاركو مش زي السنه اللي فاتت. اضغط من قدام، غلط المدافعين عندهم، حاول تهدف بدري. لو هدفت بدري هيبقى الماتش سهل عليك زي مودرن سبورت، يتسهل اكتر وتحاول تخلص بدري وتركب الدوري من الجوله الرابعه. وانا واثق ان الزمالك النهارده هيعمل ماتش جامد جدا، وهيكون مفتاحه الاطراف سواء اخوان الفينا او تشيكو بانزا. افتكر كلامي، الزمالك النهارده باذن الله هيفوز على فرق.